السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه انا جايه اكلمكم في حاجه هي اتكررت كتير قوي، وناس كتير طلعت قالت الكلام اللي نفس الشخص اللي ده بيقوله، بس ده لعبها صح. الناس اللي كانت بتطلع الاول ما كانش فيه نت، ما كانش فيه تيك توك، ما كانش فيه يوتيوب، فما كانش الموضوع نفسه ما كانش مشهور قوي. لكن دلوقتي في حاجه التيك توك والناس بتطلع عشان تكسب منه. البني ادم اللي انا هكلمكم عليه النهارده ده طلع قال حاجه زي كده، ودي حاجه كارثه ومصيبه ان هو المفروض يقولها كده وما يعرفش عقوبتها عند ربنا. ان هو يطلع يقول انا المهدي المنتظر، المفروض ان هو ما يقولش حاجه زي دي. هل المهدي المنتظر لما هيجي يطلع ان شاء الله ويظهر لنا، هل هيجي يقعد على التيك توك عشان خاطر يستنى يقول احذفوا لي اسد واحذفوا لي ورده، واللي يطلع جست معايا يحذف ورد ويعمل اعجاب على اللايف؟ هل هيسيب الظلم اللي في العالم كله ويسيب القدس ويقعد على اللايف يتكلم؟ ودلوقتي حضراتكم هوريه لحضراتكم دلوقتي هتشوفوه بني ادم انتوا من نفسكم. هو طبعا يعني ايه، هو لعبها صح ان هو طلع عشان يعمل ترند ويلم الناس حواليه ويلم فلوس ويبقى مشهور، طلع قال حاجه زي كده، لكن ما يعلمش ان هي عقابها شديد، انها مش سهل ان هو يتكلم في كده. هوريكم دلوقتي الشخص ده يا جماعه، وشوفوا هو قال ايه ولا شوفوا هو هيقول ايه. خليكم معايا. معكم المهدي المنتظر، معكم خليفة الله المهدي وحفيد أشرف الخلق المصطفى محمد رسول الله. الحق أمام عينك الآن بأمر من الله سبحانه وتعالى. مش عايزك تظلم نفسك وتقول ده كذاب، مش عايزك تظلم نفسك وتقول ده دجال. ليه بقى؟ عشان أنا خليفة الله المهدي الحق. اوعى تفكر يا جماعه اللي هو قاله، ودلوقتي محدش يعترض على اللي هو بيقوله، ومحدش يعترض ان هو المهدي، ومش سامح لاي حد انه يعترض، وبيقول ان محدش يعارضني في اي شيء، واطلعوا وانا اعرفكم بالدليل وان انا المهدي المنتظر، ومش انا طالع اضحك عليكم زي اللي هم طلعوا. يعني هو كده جايب لكم كل حاجه عشان خاطر تصدقوه واطلعوا بالادله، واللي يجي يتكلم معاه على اللايف او يتناقش بس معاه يقعد يقول له ايه، يعني يقول له لا ما تكلمنيش ان انا المهدي، اطلع معايا كانك صاحبي، بعد ما عمل هيصه حواليه وبعد ما لم الناس حواليه وعمل متابعين وعمل فلوس وعمل ناس في اللايف. دلوقتي بيقول لك ما حدش يكلمني في قصه المهدي، واطلع اتكلم معايا كانك صاحبي، واللي هيكلمني في حاجه زي كده هقفل التعليقات ومش هرد عليه. فعلا لعبها صح زي غيره بالظبط، عمل الترند ولم الناس حواليه. بعد كده مش عارفه هو هيجي يطلع يقول ايه. يا جماعه محدش يدخل عند الراجل ده، ومحدش يقتنع بالكلام اللي هو بيقوله، ومحدش يحاول يدعمه، لان امثاله هيظهروا كتير زي ما ظهروا قبل كده. فبلاش ان احنا بكدبه هو طلع قالها ان احنا نرفعه، لان احنا اللي بنرفع الناس اللي زي دي. فبلاش حد يخش ويدعمه ويخش معاه على اللايف ويعلي له اللايف ويعمل له متابعات، لان هو كده جاي عشان كده وبيقول اللي هو بيقوله عشان كده، وبيقول انا حفيد الرسول عليه الصلاه والسلام وانا المبعوث من الله زي ما انتم سمعتوا. طبعا انا مش هقدر اقول حاجه غير كده، هسيبكم وانتوا ايه احكموا انتوا وردوا عليا في التعليقات ايه رايكم في اللي بيحصل في الوقت اللي احنا فيه ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.